أنا ودي أرد عليك بسؤالك بسؤال. الآن كل الأندية تشتكي من التحكيم تقريبا، يعني أنا ما شفت ولا مباراة، ما أبغى أقول ولا مباراة، يعني قليل خلني أقول يعني، أو أغلب المباريات اللي يخسر فيها فريق يتجه الفريق الخسران باللوم على التحكيم. بعضهم حتى بعض المباريات تنتهي بالتعادل يتجه اللوم في الملامة على التحكيم. أنا أشوف أن احنا صعبنا موضوع أن الاستعانة بالحكم الأجنبي. في حكام قريبين، يعني ليش ما نسوي اتفاقيات مع دول الخليج، مع حكام مثلا من سوريا، من الأردن، من شرق آسيا، من ماليزيا أيضا. تشوف في حكام ناجحين، فلقرب المسافة أيضا ليش لازم يكون من أوروبا ولازم يكون أوروبي؟ يا أخي تعطى مساحة للأندية في اختيار حكام، مو بشرط يكون محلي، حتى نخفف الضغط على الحكم المحلي وخلي الحكم المحلي يروح يحكم. هذا في دول الخليج شفنا نجاحات باهرة إذا خرج، لأنه يخرج من الضغوط. حقيقة الحكم أي شخص عامل، لا أتكلم عن الحكم، لأن اتهام النوايا والضمير وكذا هذا إن شاء الله غير موجود في قاموسنا، ولكن ضغوط يدخل الحكم عليه ضغوط، أو قد يكون قرأ أو تابع أو برامج أو كذا، فأي شخص يتعرض للضغط أو يدخل هو مضغوط أو مشحون نفسيا يعني ثقة تامة أنه سيخطئ. هل بالفعل المحامي الخاص بزنقة تحديدا عرض عليك أشياء ولكنها لأنها لم تكن مطابقة للشريعة الإسلامية أنت رفضت؟ نعم صحيح. بالذات في ماذا؟ مش بس المحامي زنقة، أول شيء كانوا قبله المساعدين. مساعدين أتوا باتفاقيات كان باقي لهم مبالغ بسيطة، أن سوينا النهاية للتعاقد بيننا وبينهم. قبل حتى ما يعرض محامي زنقة كان قبلها ب10 أيام أو أسبوعين أتوا المساعدين وقالوا أنه يعني تدفع المبالغ في الفترة هذه والفترة هذه مثلا، ولكن إذا تأخر المبلغ كل يوم أو كل أسبوع بمبلغ كذا. فأنا رفضت، قلت لا أوقع على شيء يعني مخالف لشرع الشريعة. محمد صرح ليش؟ محمد صرح لأنه يحترق على يعني فريقه. محمد صرح لأنه يتمنى أن فريقه لو فاز في تلك المباراة. صدقني لو فاز الفريق في تلك المباراة ما طلع محمد وقال يعني المفروض أني ألعب، كان قال الحمد لله وفزنا ووصلنا للنهائي ولكن كان يشعر أن عنده شيء يقدمه، حتى وإن خانه التعبير، حتى وإن يعني وصلها بطريقة قد يعني يفهمها البعض بشيء آخر. لا، محمد من اللاعبين المخلصين واللي يحترق للشعار واللي يحترق للعب واللي يحترق واثق في نفسه، وهذه أيضا نأخذها من ناحية إيجابية. مباراة نصف نهائي مع فريق منافس، فريق كبير، فريق يعني فريق بطولات، ويتمنى اللاعب أنه يلعب فيها المباراة. هذه تدل على الثقة في النفس وتدل على أن اللاعب يتمنى أن يلعب هذه المباريات الكبيرة، وهذا سر اللاعب الكبير. هذه سر من أسرار اللاعبين اللي يبرزون ويصلون إلى المنتخبات، يصلون مستويات عليا، عندهم تحدي وعندهم ثقة في النفس للعب. أنا لا أخفيك الطرح الإعلامي يعني تنقصها الكثير من الحيادية، لا أخفيك. يعني اللي من طرف نادي الفلاني ألف يبي يتكلم ويدافع عن وجهة نظره، والطرف اللي من نادي باء بيتكلم ويدافع عن وجهة نظره. فالشخص لما يخرج ويقول اللي له واللي عليه تستطيع أن تتكلم معه وتستطيع أن يعني تتناقش أنت معه، لأن في فرق بين المناظرة والمجادلة. اللي صاير في الإعلام هو المجادلة والجدال. فعامر السلهام يعرف طبيعة عامر السلهام، يعرف طبيعة تعاملي مع الناس، طبيعة تعاملي في الأحداث، يعرف أنا ليش ما أخرج في هذه الأحداث. لأنها لن يضيف عامر السلهام شيء حقيقة في قوله، لأن مثل ما قلت لك توجه الإعلام، الطرح الإعلامي مش توجه الإعلام، فالطرح الإعلامي اللي يكون من منسوبين الأندية ينقص كثير من المصداقية. فلذلك يعني ما أحب أني أطلع في قضايا ما تكون فيها مصداقية حقيقة. في الأصل ما اختير بدر المطوع إلا أنه معروف كلاعب ممتاز، كلاعب يعني راح يكون إضافة لنادي النصر، فأكيد بتكون فيه الرغبة في التجديد مع بدر المطوع.
وهذا يعني شيء طيب. أنا ما سمعت الكلام الوالدة، ولكن هذا شيء طيب، وهذا الحمد لله يعكس الأجواء الممتازة داخل نادي النصر، سواء الأجواء الإدارية أو العلاقة بين اللاعبين والإدارة والجهاز الفني. فلما يأتي لاعب في ظرف شهر ويتأقلم ويدخل مع المجموعة كأنه يكون يعني معهم من فترة طويلة، وحتى أهله ووالده يرغب في استمراره في نادي النصر، فهذا شيء طيب، وهذا شيء يسعد الإنسان أنه يعني يسمعه. فوضت اللاعب؟ لم نفاوض اللاعب حتى الآن لأنه ما زال مبكرا، ولكن أنا متأكد الأجواء اللي وجدها بدر المطوع في نادي النصر ستغريه للبقاء إن صار فيه يعني إن شاء الله تجديد. لكن ستصرون على البقاء في سنة؟ والله لا، هذه طبعا تتكلم عن وجهة نظركم كإدارة. طبعا احنا نبدا، وفي طرف ثالث يعني يجب ان يكون له راي، هو نادي القادسيه الشقيق نادي القادسيه الكويتي، نكون لهم يعني كل تقدير واحترام لرجالات ونادي القادسيه. ويمكن انا تراني بعد قدساوي يعني سابق، قدساوي كويتي، كنت عايش في الكويت فتره من الفترات، وانا قدساوي، فيعني نكن لهم جميعهم التقدير والاحترام. علاقة ممتازة، علاقة تعتبر صداقة وأخوية. حقيقة أنا ما كنت أعرف الأمير فيصل بن تركي، يعني لا أخفيك. أنا أعرف الأمير فيصل بن عبد الرحمن، الأمير وليد بن بدر، الأمير طلال بن بدر، الأمير منصور بن سعود، كلهم بحكم يعني قدم العلاقة قبل في نادي النصر. الأمير فيصل بن تركي ما تعرفت عليه إلا من سنتين الماضية بعد ما جيت إلى نادي النصر حقيقة. الكل كان يعتقد انه هذه العلاقه قديمه، علاقه من خلال ما يوجد من الاخاء والمحبه اللي بينكم يعني، او حتى تواجدك بهذه السرعه مع رئيس نادي لم تتعرف عليه منذ سنتين كمنصب لنائب الرئيس. والله يمكن هو عرفني من خلال عملي كرئيس للجنة الاحتراف، وعرض علينا اكون نائب رئيس، فقلت له يمهلني يعني فتره 3-4 أيام أفكر في الموضوع واستخير وأسأل الوالدة حقيقة، لأن لازم ما أتخذ أي قرار بعد ما أرجع للوالدة فيه. فبعدها أصر وأنا وافقت حقيقة على أن يعني أن أكون نائب للرئيس، لأني رأيت أني ممكن أني أخدم نادي النصر في هذا المجال، ولكني ما كنت أعرف الأمير فيصل، وهذه يعني كل معلومة كانت غايبة عن الكثير. أعرف الأمير فيصل من قبل يعني.